أهلا بيكم. قبل ما أبدأ ما تنساش تصلي على النبي وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك ملخصاتنا اللي جاية. ما طولش عليك، يلا بينا نبدأ العزومة بتاعت النهاردة، واللي بتكون مع مافيا سرقة الأموال من البنوك. كانت عصابة على مستوى كبير مكونة من مجموعة من ضباط الجيش اللي تم عزلهم من الخدمة، وفي مهمة ليهم قتلوا ابن رئيس عصابة قدام عينيه، وما يعرفوش إنه هينتقم منهم أشد انتقام. تعالوا نشوف الكلام عليه. فيلمنا بيبدأ مع حراس لشركة نقل الأموال للبنوك، وكان معاهم شحنة كبيرة من الفلوس وفي طريقهم لتوصيلها للمكان المحدد. ولكن مفاجأة، بيتم الهجوم عليهم من عصابة خطيرة اللي في الحال بيحاولوا يفتحوا باب العربية، وبينجحوا فعلا في كده، وعلى طول بيرموا قنبلة مدمعة، والعصابة بتبدأ إنها تاخد الفلوس شنطة ورا التانية. وأثناء كل ده بنسمع ضرب نار، وبنعرف إن واحد منهم ضرب نار على الاتنين من المدنيين، وبيقطع المشهد على كده. بتنتقل بينا الكاميرا بقى على شركة فورتيكو للحراسة. الأمان أبدا من هنا، العصابة بتطلب منه يتحرك ويمشي في طريق معين، وهنا بيقف هيل على حسب التعليمات. بعد كده العصابة بتطلب إن واحد منهم يرمي شريط الفلوس على العربية اللي وراها، لحد ما هيل بيخرج وبينفذ تعليماتهم بالحرف، ولكنه بحركة مقصودة بيرمي شنطة منهم على الأرض، فواحد من العربية من تاني. هنا هيل استغلها فرصة وهجم عليهم وضرب نار، وبدأ يقتل فيهم واحد ورا التاني. أما ده فخرج من العربية وكان مصدوم من اللي عمله هيل، اللي كان في الوقت ده مشي ورا واحد من العصابة وقدر يثبته وقال له أنت شاغل تبع مين؟ لكنه استهزأ بيه ورفض الإجابة، وده خلاه يمشي عليه بطلقتين في دماغه وجابوا أجله، لحد ما دول ما دخلوا عليه واتصدموا من قوته. أما هيل فكان عمال يكشف في وش كل واحد من المجرمين كأنه بيدور على شخص معين. بعد كده بيرجع للشركة وبيتم استجوابه، والمسؤول ده استغرب إن ضرباته كلها كانت جامدة ودقيقة زيادة عن اللزوم، ده غير انه قتل 6 مرة واحدة. طب ازاي الكلام ده وانت ما غير 70% في الاختبار؟ ولكنه في الاخير قال له فرجوني عليا فيديو لعملية السطوة اللي فاتت، وقال له لو واحد فيهم كان في عملية السطوة بتاعت النهاردة. من هنا هيل صرح شوية كده وبان عليه الحزن، لكنه قال له مفيش حد فيهم كان. في نفس الوقت بنت اسمها كريستين بتيجي لهيل وبتديه ملف خطير فيه معلومات عن كل العاملين في الشركة ومعلومات عن عيلة كل واحد فيهم، وهنعرف الكلام ده ليه بعدين. ده كمان مع كل ده تقرير لتشريح الجثة. وفي اليوم التاني بتتم ترقيته، والكل في الشركة كانوا بيحيوه على نشاطه وقوته وكانوا مبسوطين بيه. بعد كده بيخرج مع باتريك في مهمة لنقل مبلغ محترم، وفجأة بيعترض طريقهم عصابة تانية وبدأت في الهجوم عليهم، وكمان بدأوا يضللوا إزاز العربية عشان يعدموا الرؤية عن هيل وصحبه، ورموا قنبلة كمان يعدموا رؤيتهم خالص. وهنا نزل هيل، وأول ما بين وشه للمجرمين خافوا وجريوا للعربية وهربوا. في الحال بيكون ده راجل عجوز اسمه مايك، صاحب هيل الروح بالروح. في نفس الوقت تيري كان بيستجوب هيل، ازاي أول ما المجرمين شافوك في الحال فروا؟ مالك يا نجم؟ من هنا الاتنين الحنينة دول باتريك وتيري كانوا هيتجننوا ازاي العصابة أول ما شافت هيل هربت كده، أكيد الراجل ده وراه حاجة، وده فقال له إنه مستريحلوش أول ما شافه. في نفس الوقت هيل كان مع دانيا صاحبته في الشركة، وكان في بيتها كمان، وفجأة خرج ليها صندوق مليان بالفلوس وقال لها منين جبتي ده؟ قالت له مالكش فيه، انت في بيتي وكمان بتستجوبني. طبعا هي ما كانتش بتهزر، اخرج مسدس وضرب طلقتين خوفها، وفي الاخير قالت له انها سرقتهم لما تم السطو على العربيه ومحدش اخد باله منهم. من هنا قال لها لو طلعتي بتكدبي عليا هعرف اجيبك تاني، ولو اللي حصل ده حد عرف بيه امك وابوك كنت عندهم الصبح، ودي صور ليهم. من هنا هيل بيرجع بذاكرته 5 شهور لورا لما ابنه جه في الزياره ليه، وكان هيل اصلا منفصل عن مراته وكان بيحب ابنه جدا. وهنا هيل جات له اتصاله من مايك، قال له إننا هننفذ العملية ومحتاجين بس معلومة صغيرة تجيبها لنا أنت، يا دوب هتراقب لمدة 5 دقايق. وبيبان إن هيل أصلا رئيس عصابة بتهجم على عربيات الحراسة للبنوك وبتسرق فلوسها. بعد كده بياخد ابنه وبيركن العربية وقال له ما تخرجش منها، هجيب أكل وجايب في السريع. كانت دي حجة عشان يراقب عربية الحراسة ويشوفها هتعدي يمين ولا شمال. بيراقب العربية وبيدي مايك المعلومة اللي عايزها. في نفس الوقت كان بيتم عملية السطو اللي شفناها في أول الفيلم، ومن سوء الحظ إن هيل كان راكن العربية في وش الحادثة بالظبط، وابنه شاف اللي حصل، وواحد من العصابة طلب الخروج، ولما طلب أبوه في التليفون لقاه مشغول مع حد تاني فاضطر إنه يخرج، وهنا وجهوله السلاح في وشه القتلة. هيل كان خلاص قرب يوصله، وأول ما شافه جري عليه، ولكن بعد فوات الأوان هو كمان أخد طلقتين جابتاه الأرض من الجاحد ده اللي اسمه جون. بعد 3 أسابيع بيبان هيل وهو في المستشفى، وأول ما فاق الدكتور قال له إنك اتعرضت لطلقات نارية وتم إزالة 6 رصاصات منك، وخضعت ل3 عمليات جراحية منهم 2 لإنقاذ حياتك،
وكمان فقدت كمية كبيرة جدا من الدم. من هنا بيظهر الرئيس اللي قال له: زعلان على اللي حصل لك، وأنا بديلك الإذن على كل اللي انت عايزه للوصول لقاتل ابنك والانتقام منه. بتلف بينا الكاميرا على مايك ورجالته اللي كانوا مستنيين مقابلة هيل وكانوا في قمة توترهم. هنا دخلوا له عزاء في ابنه وإنهم عملوا المستحيل للوصول للقاتل، لكنهم فشلوا وقتلوا واحد ورا التاني، بس برضه ما وصلوش لأي حاجة. ولكن هيل قال لهم على واحد هيطلع منه بمعلومة، وفعلا الرجالة بتروح تاخده من قلب سريره وبينزلوا فيه ضرب بكل قوتهم بعد ما لبسوه كيس في راسه عشان يخنقوه. وبعد تعذيب وضرب كتير ما وصلوش لأي معلومة برضه. راح مايك وقال الكلام ده لهيل اللي قرر يقابله بنفسه وقال له: بص يا ابني، من غير كتر كلام عايزك تقولي على اسم حد ممكن يكون ليه صلة بحادثة ابني. على طول جاب له مراته وبدأ يهدده، اللي أول ما شافها بتتعذب على طول قرر إنه يعترف. قال له: الإخوة ودول مافيا مش عصابة، ليهم يد في كل حاجة، تجارة البشر، تجارة المخدرات، وعلى عربيات الفلوس بتاعت الشركات. وترجاه إنه ما يقولش لحد إنه اتكلم عنهم لأنهم هيقتلوه. وش هيل في الحال بيتحرك وراح هو ورجالته لمكان الإخوة جوتشي وبيهدموا اللي فيه. ولكن في الأخير ركيزة منهم ما وصلوش لأي حاجة، وإن تجارتهم الأساسية هي الاتجار بالبنات الصغيرة. بيرجع لعربيته وهنا مارك قال له: إن جيت للحق يا صاحبي، إحنا بندور في الطريق الغلط وبنقتل وبنضيع مجهود على الفاضي. لو عايزين نوصل لقاتل ابنك فأكيد في عميل في الشركة من جوه بيساعد المجرمين دول. هنا هيل اقتنع بكلامه وقرر الانضمام لفريق الشركة. من هنا بيفتكر كريستين اللي جابت له الأوراق المزورة على إنه خبيرة في مجال الحراسة بقالها سنين، والسجل نظيف، وكمان كان ليه سوابق أعمال في مجال حراسة شركات الأموال من سنين. لما كان واقف قدام اللوحة فكان بيصور كل الفريق عشان يجيب المعلومات اللي محتاجها عنه. بتلف بينا الكاميرا بقى على حد تاني خالص، عن كام راجل كانوا بيخدموا في الجيش بس تم تقاعدهم. كل واحد فيهم كان بيشتكي من الوضع المادي بتاعه مش تمام وإنهم بقوا على الحديدة. هنا بيبان جون اللي قتل ابن هيل، وبنعرف إن دي العصابة اللي هجمت على العربية في اليوم ده. بعد كده واحد فيهم قال لهم إنه بيشتغل ليل ونهار، وبالرغم من كل ده مفيش حتى زيادة في مرتبه، وإن رئيسه في الشغل بيلبس ذهب ومجوهرات كتير، فمنعهم إنهم يسرقوه، وهي حاجة تسد احتياجاتهم بدل ما هم شحاتين كده. فعلا بيتم الأمر بنجاح، وبيهجموا على بيت الرئيس ده وبيسرقوا كل اللي لقوه في طريقهم. وقت التقسيم بنعرف إن المبلغ صغير وإنهم عايزين شغل كبير. من هنا قرروا إنهم يسرقوا شركة فورتيكو لنقل الأموال، وده بمساعدة راجل لهم من جوه كان بيزودهم بالمعلومات اللازمة. بيجي بقى ميعاد المهمة وكل واحد فيهم بياخد وضعه مكانه. وهنا الأربعة دول كانوا بيراقبوا وصول العربية. فجأة هيل وابنه وصلوا وركنوا قدامهم، بس المجرمين قالوا: مش قصتنا، احنا في أمان برضو. من هنا بتوصل عربية الفلوس وبيتم تثبيتها والهجوم عليها وفتح الباب وأخذ الفلوس، وتم تثبيت الحراس اللي فيها. وواحد من المجرمين نزل ابن هيل وخلاه على الأرض. وبكل غباوة واحد من الحراس حب يعمل نفسه بطل وأخرج سلاحه. في الحال جون الغبي ضرب عليهم نار وقتلهم، والقتل أصلا كان ممنوع في العملية. مش بس كده، لأ ده راح لابن هيل وقتله، ولما أبوه جه قتله هو كمان. وبعد مرور فترة من العملية دي المجرمين اتجمعوا تاني وكانوا مش طايقين جون بسبب اللي عمله، بس كانوا مضطرين يضموه ليهم. وكان في طلعة جديدة والمرة دي كبيرة وخطيرة جدا. الرقيب قال لهم: لو العملية دي اتعملت صح الصح هناخد منها 150 مليون مرتاح، يعني فلوس تعيشنا وتعيش ولادنا الاتنين قدام. والعملية يا سادة هتكون سرقة المخزن نفسه اللي فيه الفلوس في يوم الجمعة البيضاء، اللي فيها بيتم جمع الفلوس وبيدها في المخزن. كل ده بمساعدة الراجل بتاعنا اللي شاغل جوه الشركة، وهيكون ليه نصيب زينا بالظبط. في نفس الوقت تيري كان بيحسب الفلوس اللي في المخزن. بعد كده بيظهر الرقيب وهو بيودع عيلته وخصوصا مراته، عشان النهاردة يوم تنفيذ المهمة اللي ممكن ما يخرجش منها سالم. بنروح لتيري اللي جمع فريق الشركة وقال لهم: النهاردة يوم الجمعة هيتملي بأكتر من 150 مليون دولار النهاردة، فياريت الكل ياخد باله كويس قوي. في نفس الوقت الرقيب كان بيزعق لجان اللي راح اشترى بيت بمبلغ وقدره وعربية آخر موديل، وده هيلفت الانتباه. جاب ده كله منين؟ مع ان الرقيب محذر من الحاجات دي، بس الواد ده كان عاق اصلا. من هنا باتريك وهيل كانوا بينقلوا الفلوس في العربية، وباتريك كان شكله ما يطمنش، وده اللي لاحظه هيل لما قال له: هات اللي عندك،
على طول باتريك قال له أنا ليا شوية أصحاب بحب أساعدهم على قد ما أقدر، وهم كمان بيساعدوني من وقت للتاني، ومن الأخير كده أنا اللي بساعد عصابات السطو على فلوس الشركة وباخد نسبة محترمة، وبقول لهم كمان أنهي عربية بالظبط يسرقوها. أما موت الحارسين في آخر عملية فكانت حاجة متوقعة، ولكن الحزن كله على الولد الصغير اللي ماتوا بيها. بس ما تقلقش، إحنا فريق كامل بيتمتع بقوة ودقة عسكرية تحت قيادة الرقيب. وهقولها لك يا هيل، مسدسك ما فيهوش رصاص، لو حاولت المقاومة هتتقتل، فلازم تطيع الأوامر عشان تخرج منها سالم. المرة دي بقى غير كل مرة، لأننا هنسرق مبلغ كبير قوي يغنينا عن الحياة دي خالص. من هنا قال له فهمتك، عايزني أدخلك للمخزن اللي في الشركة. قال له بالظبط كده، وتعمل نفسك مشايف ومعارف حاجة. على طول هيل قال له أنا معاك يا زميلي. إمتى بقى؟ فقال له النهاردة، ومفيش أي مجال للتراجع كمان، وإنك بكل ده هتكسب حياتك، ومفيش ليك لا نصيب ولا حاجة، عشان نبقى على نور. وبيتم اتفاق بين الاتنين، بس هيل هيعلم عليهم في ثانية. باتريك بلغ الرقيب اللي حصل وقال له دقيقتين وهندخل الشركة، فبيغطوا وشوشهم. أما باتريك فبيعطل الكاميرا اللي في عربيته وبيركن على جنب، لحد ما المسؤول في الشركة من جوه قال له كاميرتك معطلة ليه؟ فباتريك قال له عادي، مش حاجة هتقلق يعني. ولكن المسؤول قال له إن النهاردة بالذات ما ينفعش في الحاجات دي، صلح الكاميرا وبلغني الجديد أول بأول. على طول باتريك بيكلم الرقيب وقال له الكاميرات اتعطلت وقدامهم بس 4 دقايق. بيظهر بقى الرقيب لما قال لرجالته أول ما باتريك يدخل لنا اقتلوه في الحال. من هنا هيل رفع إيديه ونزل من العربية، وكان مستجيب لكلامهم قوي بس عشان يوصل اللي هو عايزه. بعد كده المجرمين بينقلوا الفلوس اللي في العربية لعربياتهم، ولكن واحد منهم ضرب هيل على وشه وقال له حاذر تعمل أي حاجة. وبيرجعوا للعربية من تاني، والمجرمين بقى بيدخلوا في عربية الشركة مع باتريك وهيل لحد ما العربية وصلت لمكانها، وبلغهم باتريك إنهم يفتحوا الباب، فبيفتح ليهم في الحال، وبيتم دخولهم بنجاح بدون أي مشاكل. ولكن في الحال المجرمين بيخرجوا من العربية بأسلحتهم. الموجودين في المكان بدأوا ياخدوا الأسلحة من الحراس، بس فرهيفة تسليم سلاحه في الأول، بس الضغط عليه من تيري رماه نزل على الأرض كمان. أما هيل فكتفوه ورموه على الأرض هو كمان. بتلف الكاميرا على دانيا اللي كانت مع صاحبها وما يعرفوش باللي حصل لسه. ولما راحوا غرفة الكاميرات عشان يثبتوا المسؤول، بكل ذكاء ضغط هو على زرار الإنذار، ومن هنا عرف الباقيين إن فيه هجوم في الشركة. بياخدوا باتريك وبيروحوا بيه لغرفة الأسلحة وبيهددوهم لو ما خرجوش هيقتلوه، فبيضطروا إن هم يستسلموا لإنقاذ صاحبهم الخاين. بس هم كانوا جامدين برضو، أخدوا الأسلحة البديلة وقالوا لباتريك ينزل على الأرض، ودخلوا في اشتباك مع العصابة، وكان ضرب نار جامد قوي بين الطرفين. ولكن للأسف المجرمين قدروا إنهم يخلصوا على رجالة الأمن واحد ورا التاني. أما المجرمين فواحد بس منهم هو اللي وقع. في نفس الوقت بيتفتح الباب وبيدخل بكل سهولة. من هنا بيعرفوا إن الشرطة عرفت باللي حصل، وقوات التدخل السريع في الطريق ليهم. بعد كده بيجمعوا الشنط وبياخدوا كل الفلوس الموجودة في المكان. في نفس الوقت واحد من العاملين في الشركة بيقول لزملائه أنا مش هسكت. لما بيضرب النار عليهم، هيل بيستغل الفرصة وبيضرب المجرم ده وبيخلص عليه بكل حرفنة، وبيتم تبادل إطلاق النار بين الطرفين لحد ما العامل بياخد طلقة في دراعه. أما هيل فحل نفسه بكل سهولة وقرر التدخل. أما الرقيب فهرب وحرر، وهنا ديف أخد مسدس وكان هيهجم، ولكنه استنى وقال له بلاش وجع دماغ، هي فلوسك يعني، وخدوها ومشي من المخرج ده. في نفس الوقت واحد من المجرمين وصل بالصدفة لديف، وتم تبادل إطلاق النار بينهم لحد ما أخد له طلقة جابته الأرض، لحد ما أخونا الخاين من المجرمين هجم على صاحبه التاني وكان بيضرب فيه بكل قوته. في نفس الوقت بنعرف إن باقي 4 دقايق والشرطة توصل للشركة. من هنا دانيا بتضرب هي كمان بالنار على المجرمين. أما ديف ففاق من اللي فيه وكان بيتفرج على الصحاب وهم بيتخانقوا، وكان هيقضي عليه برصاصة ولكن مسدسه فاضي. في الأخير السكينة وقتلوا بيها. هنا كانت المفاجأة إن ده جان، وهيل كالعادة كان مصدوم. نرجع لدانيا وصاحبها اللي جالهم باتريك الخاين، وأخد من صاحبه مسدس وقتل بيه ابن الغدار، وقتل كمان دانيا. أما هيل بالرغم من إصابته فمسك سلاحه وكان بيضرب نار عليهم بكل قوته قبل ما يهربوا، لحد ما وقع واحد منهم، وكان ضرب النار مستمر بين الطرفين لحد ما بات جه ووجه سلاحه على هيل واداه كام طلقة جابته الأرض هو كمان. بعد كده راح للمجرمين وقال لهم أنا باتريك، ولكن ده كان ديف اللي كان معاه سلاح خفي، واتصدم من خيانة باتريك اللي بدون تفكير ضرب بالنار عليه، وفي ثانية راح للعربية وقفلها وقال للعصابة يلا من هنا.
العربية خرجت واجتازت عربيات الشرطة اللي كانت وراهم، وهنا الرقيب تم إصابته برصاصة وقال لجان التزم بخطتنا مهما كانت النتيجة. بيستمروا للمطار، وكان في مطاردة بين الشرطة والعصابة لحد ما فجأة بتظهر حواجز بتمنع الشرطة إنها تلحق العصابة اللي كانت مخططة قبلها لهروب جامد عن طريق مدخل الأنفاق اللي بيقع تحت القبر السري، محدش يعرف عنه حاجة من سنة الخمسينات. من هنا جان الغاب استغل الفرصة وأخد المسدس وأخرج السكينة وقتله، في الوقت اللي كان قايل لهم إننا لو اتعرضنا للهلاك وبقي بس واحد فينا فياخد الفلوس ويوزعها على عيلة كل واحد فينا. وصاحبه الرقيب قال له أنا مش قلقان غير من جيهان، ولكن الراقب قال له في الأول وفي الأخير هو جندي وهينفذ التعليمات. في نفس الوقت باتريك عرف من جان إن الرقيب مات وساعده في حمل وتوصيل الفلوس للمكان المعلوم. بعد كده جان قتله، متوقع طبعا. بياخد بقى جان عربية الفلوس وبيهرب بيها بأمان، أما الشرطة فما عرفتش توصل لحاجة. نرجع لجان اللي كان مروق على حاله، من حقه يعني، دول 150 مليون، ولكنه فجأة شك إنه متراقب. لما راح يفتش الشنط لقى فعلا جهاز تتبع، وده كان هيل اللي كان قال له هنقسم الفلوس بس أداها الورقة دي يقرأها. كان تقرير تشريح جثة ابنه، الرئتين عنده اتدمروا بسبب طلقتين من جان، والكبد اتدمر كمان. وفي النهاية جان عارف إن اللي قتله ده هو ابن هيل اللي قام في الثانية وقتله، طلقات كتير مات فيها في الحال. من هنا رئيسه بيوصل وكانت حلال عليه الفلوس، أما هيل فأخد نفسه ومشي. ومن هنا بينقفل الفيلم على كده، وسلام.